اليوم سنتحدث عن القدرات العسكرية لجبهة البوليزاريو. الجيش الصحراوي يمتلك تجهيزات عسكرية محدودة في مجال الحرب البرية، فتحتفظ بترسانة قديمة نسبيا من عربات مدرعة عدة، وتملك أسطولا مكونا تقريبا من 50 دبابة T-55 صنع سوفيتي، و20 دبابة T-62، و4 دبابة آيسكي 105، ونحو 100 من المدرعات القتالية من أنواع BMP-1، وأيضا دبابات T-54 وعربات BMP للنقل بمدافع 73 ملم، ومدافع سوفيتية الصنع B-11 من 107 ملم، وB-10 ب80 ملم، وبنادق دوشكا 12 ملم و45 ملم و23 ملم، ومدافع هوستر 122 ملم للمدى البعيد، وبازوكا المضادة للدبابات، وعدة موديلات من الكاتيوشا والكلاشينكوف. وتمتلك أيضا نوعا من العمق العسكري المتعلق بقدرات النيران غير المباشرة، وذلك بفضل حيازتها ل10 راجمات صواريخ BM-21 و M-122. امتلاك قوات جبهة البوليزاريو لمدافع الهاون الثقيلة من نوع M-82، وأكثر من 30 قطعة مدفعية من نوع D-30، ومضادات للدبابات من IT-30، وهي روسية الصنع لكنها غير مطورة، ويعود تاريخها إلى سنة 1960. على المستوى الدفاع الجوي، الجيش الصحراوي لا تمتلك قوة جوية بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذ لا تتعدى قدراتها العسكرية في هذا المجال بعض الدفاعات الجوية المحدودة مثل SA-7 ستريلا، وهي بنادق طويلة لا يتجاوز مداها 3.5 كيلومتر، وأقصى ارتفاع تصل إليه هو 1.5 كيلومتر. وهذا النوع من المضادات ليست له أي قيمة ميدانية، إذ يتعلق الأمر بطائرات F-16 وميراج F-1 التي تمتلكها سلاح الجو المغربي، وحصلت على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات من نوع SA-16 الذي يصل مداه إلى 5 كيلومترات وارتفاعه إلى 3.5 كيلومتر. تم تهريبها من ليبيا خلال الثورة الليبية 2011، باعتبار أن عناصر البوليزاريو شاركوا كمرتزقة في الحرب بجانب القوات الموالية للنظام الليبي المخلوع.